خلاص بقى يا زينة، قلتلك هخرج ومش هتأخر، مشوار شغل يا حبيبتي. شغلي ايه يا احمد؟ النهارده الجمعة، ده اليوم الوحيد اللي انت بتقضيه معانا اصلا. طيب بقولك ايه يا احمد، انا كنت عاوزه اغير لون شعري، بس كنت عاوزه اخد رايك. مش فارقة يا حبيبتي، اعملي اللي تعمليه، أي حاجة يا زينة. ممكن أمشي بقى؟ خلي بالك من نفسك. انا غبية، كنت المفروض اعملها له مفاجأة، مش لازم اقول له يعني. هروح بقى اغسل المواعين. خير يا سلمى، مستعجله كده ليه؟ وبعدين عماله تزني في ايه يا بنتي؟ الحق عليا، كنت خارجه مع اخويا احمد وقلت اخدك معايا. مش احنا اتفقنا نبقى اصحاب ولا انتي غيرتي رايك؟ لا أغير رأيي إيه؟ ده أنتي والله دخلتي قلبي من أول ثانية شفتك فيها. من القلب للقلب رسول يا حبيبتي. يلا ربنا بقى ينول لنا اللي في بالنا يا رب. ايه يا لين، برضه مش عايزة تيجي الشغل تاني؟ أنا والله إن كان عليا مش عاوزة أسيبك خالص. بس موضوع الشغل ده خايفة زينة تزعل إن أنا رجعت الشغل معاك تاني. لا يا حبيبتي، زينة ما تحكمش على أخويا يشغل مين معاه ومين لأ. ده أنا أخويا راجل قوي يا ماما، وإن كانت صاحبتك يعني شايفة نفسها، فأنا أخويا 1000 واحدة تتمناه. ولا إيه يا أستاذ أحمد؟ ايه رأيكم نمشي نلف شوية؟ انا زهقت من القعدة. زي ما تحب يا أحمد، إحنا في أي حاجة معاك. رد بقى يا احمد، الواد سخن ومش عارفة اوديه فين دلوقتي. النهارده الجمعة، هو بيردش ليه بس؟ ده زمانه مشغول في الشغل ولا ايه؟ معلش يا حبيبي، بابا زمانه جاي وهنوديك للدكتور وتبقى كويس يا قلب ماما. انت سخن قوي كده ليه يا قلب امك؟ تعالوا نصور صوره سيلفي مع بعض. شايف يا احمد لين حلوه ازاي في السيلفي؟ يخرب بيتك يا بنت عسل. بقول لكم إيه، أنا هروح دلوقتي عشان ورايا شوية حاجات هعملهم، وأكلمكم بكرة بقى إن شاء الله. يلا سلام. يخرب بيتك، أنت شفتني إزاي يا عم؟ شفتك ماشية معاهم، قلت ابعتلك على الواتس عشان وحشتيني قوي. استنى، ده أنا مفروض أحط حالة دلوقتي على الواتس، ده أنا نازلة مخصوص عشانها. ما تعرفش الخروجة دي كانت مهمة قد إيه. وأنت كمان وحشتني، خلي بالك. الجو بقى برد قوي يا احمد. احمد انا تعبانه قوي، انا حاسه اني دايخه. ايه ده؟ الحقني يا احمد. لين، مالك؟ طيب تعالى أوصلك البيت. خلاص يا احمد، روح انت البيت وانا خلاص هبقى بس كويسه. أنا قلقان أسيبك وأمشي وأنتي في الحالة دي. أنا خايف عليكي جدا، أنتي شكلك تعبانة قوي. انتي جميلة قوي النهاردة يا لين. خلاص يا احمد، بس كفايه. انت بتعمل ايه يا احمد؟ لا مش هينفع. احمد لا، الحقيني يا ماما، فارس تعبان قوي. انا في المستشفى واحمد مش بيرد عليا. تعالي لي بسرعه.